تعليق مؤثر من المغرب عموت بعد قيادة منتخب الأردن لإنجاز تاريخي وغير مسبوق. لقجع ينفجر أمام الجميع ويعلن عن قرارات قوية اليوم. استنفار الدبلوماسية المغربية بسبب تونس والبوليساريو. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. بفضل أداء مثير وقوي تمكن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم من التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد انتزاع الفوز بصعوبة أمام منتخب تاجيكستان. وفي هذا السياق شارك الإطار الوطني المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن، شارك تجاربه وتفاصيل اللحظات المشوقة التي مر بها الفريق، حيث أكد عموتة في تصريحاته بعد المباراة على شعوره بالخوف في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى تحديات المواجهة وكيف ساهمت ثقة اللاعبين بأنفسهم في تحقيق الانتصار والتأهل إلى نصف النهائي. كما أوضح المدرب المغربي أن التزام اللاعبين بالجوانب التكتيكية كان له الأثر الكبير في نجاحهم، حيث أظهروا قدراتهم بشكل لافت في هذه المرحلة المهمة من البطولة. وأكد عموتة أن روح الفريق والاستماتة والقوة النفسية كانت عوامل رئيسية في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، معبرا عن دهشته من تجاوز الفريق للتحديات التي واجهها قبل انطلاق البطولة الآسيوية. وفي ختام تصريحاته قدم المدرب التهنئة لجميع اللاعبين وللجماهير التي قدمت الدعم للمنتخب، مؤكدا أن هذا التأهل يشكل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية في كأس آسيا. ومن جهته عبر الإطار الوطني هشام الإدريسي مساعد حسين عموتة في تدريب المنتخب الأردني، عبر عن سعادته الكبيرة ببلوغ منتخب الأردن لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه. وقال هشام الإدريسي: مبروك يا أحباب، شكرا لكم على الدعوات، الله أنصفنا وشرفنا الأطر الوطنية المغربية، الحمد لله أن أبناء الوطن استطاعوا إدخال الأردن إلى التاريخ ببلوغ نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، فهذا إنجاز غير مسبوق ساهم فيه الكل، وشكرا على الدعم الذي قدمه الجمهور الأردني في المباراة وطيلة المنافسة، وشكرا لكل من ساندنا، وشكرا على مجهودات اللاعبين والأطر، ونتمنى أن تستمر القصة والأفراح هنا في قطر، فصراحة تذكرنا هذه الأجواء بمشاركة المنتخب المغربي في المونديال، والحمد لله أبناء المغرب يتألقون ويجتهدون ويعطون الدروس والعبر على أن التفاني والإخلاص وحسن النوايا تعطي النتائج بتوفيقنا من رب العالمين. نتمنى أن نلقاكم في المباراة النهائية إن شاء الله. أفادت تقارير إعلامية أن إخفاق المنتخب المغربي في تحقيق التطلعات التي رسمها اتحاد الكرة بالتعاون مع المدرب والد الركراكي في كأس الأمم الإفريقية الحالية، والتي كانت تشمل تتويج باللقب كأقصى هدف وبلوغ نصف النهائي كأدنى هدف، أصبح يستدعي تدابير فورية وفعالة، حيث أنه الآن سيتم تصويب المسار الرياضي بناء على تحليل مفصل يقدمه الركراكي لفوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة والإدارة التقنية للمنتخب المغربي. تحمل هذه التقارير المسؤولية في تبرير الأداء الضعيف ووضع استراتيجية للتحضير للمرحلة المقبلة، التي تكمن أهميتها في دور المغرب كبلد مضيف للنسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية، حيث يتعين على الأسود أن يسعوا للفوز باللقب بأي ثمن. وفي ظل هذه الظروف تظهر ملفات عاجلة تستدعي النظر فيها بشكل سريع، ولا تتيح مجالا للراحة أو الحزن الطويل على الفرص المفقودة، ويأتي في مقدمتها التحضير لأولمبياد باريس واستعدادات استضافة المغرب للنسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية، وكذلك التفكير في ملف المونديال 2030 والذي يمثل تحديا طويل الأمد. وبناء على ذلك سيكون العمل الجاد والتحضير المستمر لهذه الرهانات الكبيرة أمرا هاما لتحقيق النجاح المنشود. هذا وتبدو نهاية مشوار عدد من لاعبي المنتخب المغربي حتمية نتيجة تراجع أدائهم خلال مشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية الحالية،
ومع ضعفنا في خط الهجوم الذي يتطلب نهجا جديدا، يظهر أن المدرب وليد الركراكي يعتمد على الانفتاح على عناصر المنتخب الأولمبي، متسائلا عن إمكانية إدماجهم لتعزيز الهجوم. إلى جانب ذلك يعيد الأقجع فتح ملف اللاعب إبراهيم دياز من ريال مدريد، مؤكدا إصراره على أن يكون اللاعب الشاب هو الحل لمشكلة الهجوم في صفوف الأسود، خاصة وأن الركراكي يرى أن الاعتماد على دياز قد يسهم في تعزيز خط الهجوم وتحقيق التوازن الذي يحتاجه المنتخب المغربي في المراحل القادمة. لذلك من المتوقع أن يكون هذا التحول في التشكيلة هو إحدى الخطوات الحاسمة التي ستسهم في تجديد الروح في صفوف الفريق وتعزيز فعالية خط الهجوم في المنافسات المستقبلية. في تحرك دبلوماسي سريع وحاسم تدخلت المملكة المغربية للتعبير عن استيائها وقلقها بعد إعلان جبهة البوليساريو مشاركة وفد من مرتزقتها في معرض صفاقس الدولي للصناعات التقليدية الذي أقيم في تونس. وفي إطار هذا التحرك تم حجز خرقة الجبهة في محاولة لوقف الاستفزاز الذي يتعارض مع القوانين الدولية والأخلاقية الدبلوماسية. وفي هذا السياق قامت السلطات المغربية بتوجيه استفسارات إلى نظيرتها التونسية، حيث طالبت بتوضيحات حول مشاركة وفد المرتزقة في المعرض. وأكدت المملكة المغربية على أهمية احترام المجتمع الدولي والقوانين الدولية في تفادي أي تصعيد غير مبرر يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين. وكشف مصدر دبلوماسي من قنصلية المملكة المغربية في تونس أن مصالح القنصلية قامت بتدخل رسمي في صبيحة اليوم بهدف إزالة أعلام جبهة البوليساريو من المعرض الدولي للصناعة التقليدية، فيما تم الإبقاء على المشاركين ومنتجاتهم. ووفقا للمصدر ذاته الذي رفض الكشف عن هويته، توضح المعلومات أن مصالح القنصلية قامت بتفقد وجود أفراد يعتقد أنهم مرتزقة وهم يحملون أعلام جبهة البوليساريو في المعرض. ويدعى من قبل هؤلاء الأفراد أن منتجات الدراعة الصحراوية المغربية تنتمي إلى البوليساريو. وأكد المصدر بشكل قاطع أن هناك تواصلا دبلوماسيا من جانب المغرب مع السلطات التونسية بشأن هذا الأمر، مبرزا حجم الجهود التي تبذل لفهم وتسوية الوضع بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك لم يكشف المصدر عما إذا كان حضور أفراد من الجبهة قد تم بدعوة من السلطات التونسية. وقد أكد بشكل قاطع مرة أخرى أن هناك اتصالات في هذا السياق بين المغرب وتونس على مستوى العلاقات الدبلوماسية. وأعلنت جبهة البوليساريو يوم الخميس الماضي عن مشاركتها في معرض صفاقس الدولي للصناعات التقليدية والحرف، وهو إعلان آثار انتقادات من قبل ناشطين مغاربة. وقد اعتبر هؤلاء النشطاء ذلك تجاوزا واضحا للسيادة المغربية وللهوية الثقافية الحسانية للمملكة، مما زاد في حدة التوتر والانتقادات الموجهة نحو مشاركة البوليساريو في هذا الحدث الدولي.